السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامسونج نازلة بجهاز على اس 25 ايدج، عشان سامسونج عاملة شغل كبير جدا بحواف الايدج اللي هي الحاجة المحترمة جدا، الشاشة اللي تحسها حاجة توب، كمان معالج قوي من سناب دراجون حكاية، وكاميرا جبارة وشحن سريع في فئة الفلاج شيب. هل الموبايل ده فعلا يستاهل الضجة اللي عاملاها سامسونج عليه ولا لا؟ تابع الفيديو ده بالتفصيل عشان تعرف كل حاجة على سامسونج جالاكسي 25 ايدج. مستنيين ايه؟ يلا بينا يلا بينا. سامسونج مش جاية تنافس، سامسونج جاية تخلص. الاس 25 ايدج مش بس موبايل جديد، ده رساله قويه لكل الشركات ان احنا رقم واحد، ولسه مكملين وهنفضل على عرشه الموبايلات الاندرويد. تعالوا نشوف مع بعض ان سامسونج رفعت ازاي سقف التوقعات ولا مجرد شكله. اول حاجه التصميم هنا بيلعب على حته الفخامه، ظهر زجاجي فخم جدا، فريم معدن لامع، وحواف الايدج على الشاشه بتدي احساس ان الشاشه كده سايحه على بعض. اما الشاشه حجمها 6.7 بوصه وثقب صغير جدا للكاميرا السيلفي. التصميم رفيع كده وانيق، حاجه توب جدا من سامسونج. اما الكاميرات هنا سامسونج قررت تدي لك المهم والاساسي، يعني مديها لك كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل بدقه عاليه وتفاصيل رهيبه. اما الكاميرا الثانيه فهي كاميرا التا وايد 12 ميجا بكسل للتصوير بزاويه واسعه. اما الكاميرا السيلفي فجايه 12 ميجا بكسل، مش حاجه عاليه، بس الجوده بتاعت الكاميرا جايه فتحات عدسات عاليه علشان خاطر تظبط معاك الصوره السيلفي. طبعا عندك تجربه شاشه روعه جدا بالوان مشبعه بطريقه حلوه جدا. اما فالمعالج تحت الغطاء ده بقى، الموبايل شغال بمعالج سناب دراجون 8 بمعماريه 3 نانو. كلام كبير، يعني اداء نظيف في كل حاجه، جيمز تجيله، تصوير، مالتي تاسكينج، كله بيجري من غير ما تحس ان فيه تهنيج او حراره في الموبايل. بتتكلم على موبايل هيديك تعامل ممتازه، هيديك اداء على الجهاز ممتاز، مش هتحس باي تهنيج او اي سخونه في اي حاجه عندك على الجهاز. العاب شغال، فيديوهات شغال. اما البطاريه هنا بقى 3900، بطاريه صغيره، ودي حاجه ما كناش متوقعينها فعلا في الاس 25 ايدج، لكن بتعوض ده بشحن سريع، يعني 45 دقيقه بتكون جهاز فول شحن. فلو انت من الناس اللي بتضغط جدا على البطاريه، مش عارف اذا كان ده هيناسبك كتير ولا لا، بس سرعه الشحن دي بتدي امكانيه انك انت تقدر في خلال ساعه الا ربع تكون شحنت الموبايل 100%. وبكده انا بينت لك كل مواصفات وخصائص سامسونج جالاكسي اس 25 ايدج. يلا مستني ايه؟ لو الجهاز ده يناسبك انت هتحس بتجربه جميله جدا، لكن لو الجهاز ده مش مناسب معاك وبالذات في موضوع البطاريه، لا استنى نشوف اصدار احدث من كده او موبايل تاني في الموبايلات الراجحه. ما تنساش اشتراك ولايك وشير عشان لسه في كتير. دمتم في امان الله.